السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل. وما زلنا في فرجة دكتور ماهر هنجراوس والأستاذ ماهر حسن الحاج محمد إبراهيم، وهنتفرجوا على بول أسود، بول فحميات. احنا بنتفرج وبنشوف المرغاوي يعني يقدر يعمل كل حاجة نثبت كده، بس الأول والآخر حمام النش هو اللي في قلبنا. صب على حبايبنا، صباح الفل صباح دكتور الفل يا عم ماهر. ياسر، وصباح الفل على كل حبايبك ومشاهدينا الكرام. ربنا يبارك لك، نورت اسكندريه. نورك يا عم ياسر. دكتور ماهر صباح الفل يا عم ياسر، الله يسلمك حبيب قلبي. صباح الفل عليك وعلى كل مشاهدينك حبيبي. نورت مصر منوره بيك، عايزينها كده باستمرار كده ان شاء الله يا رب باذن الله. باذن الله ان شاء الله. حاج محمد ابراهيم حبيبي، صباح الفل، منور يا حبيبي، روق كده منور اسكندريه حبيبي. حاج محمد صباح الفل. نتفرجوا بقى كده ونقلبوا بقى يا استاذ ماهر ونشوفه ونقولوا ايه رايك. عليك نور يا عم ياسر، وتسلم ايدك والله يعني، وربنا يبارك لك في الحملتين بتوعك. طبعا يشرفني اللي انت يعني تتفرج، عشان انت اتفرجت. لا نسيب الدكه ده، اتفرج على النور كده تقول لنا واصلين لايه ولسه طبعا في اللحظه. اللحظه. يا ياسر انت الله ينور عليك، وتشكر يعني على الفرجه الجميله دي. دي انت بلقه سودا اهي، ده ما شاء الله عظمها خارج من دماغها، ضريبه زيتي مقفوله، جفون هربانه، ده فيها خدين كويسين، جت سوادها كويس مش وحش، حمايه فيها قد، خرجتها كويسه، الضرب بتاعتها ده ما شاء الله عليك نور يا عم ياسر. وعليك مستوى الله يبارك لك يعني لسه بنقوله ايه هادي. انا بس يعني برضو يعني يفضل طبعا ان يكون اللبلق كل ما يبقى سلت من تحت ده يكون افضل، ولكن انت برضو بتحاول تشتغل على حمامك على قد ما تقدر، والحمامية فيها مميزات ما شاء الله كويسة، ومفيش حمامية خالية من العيوب. لا يعني اهم حاجه النمر الاساسيه اللي مطلعهاش، يعني هي لو كانت مفتوحه اكتر فرقة دماغها ده كان يكون افضل واميز طبعا، ولكن عليك نور وتسلم ايدك يا عم ياسر. الله يبارك فيك، الله يخليك. عاوز رأيي بصراحه. ايوه هو مش متعود على الحاجات دي. انا بالنسبه لي شكلها غريب يا عم ياسر، ما تزعلش مني يعني، انا شكلها بالنسبه لي غريب والله. بس هي انا بتعجب الغواة اليومين دول، وادي الغواة بتوع السلكات انا حاجه زي كده. عالي بيزقزق اللي انا اطلع منه. بنوري برضه ان الغاوي يقدر يعني نطلع من البول بتاعت النش عشان الحاجات دي. هو مش الغاوي يا عباس، ما فيش حاجه صعبه عليه. ايوه غاوي الحمام اللي بيفهم الصعب النش، ازاي تنش حمام وتطلب حمام وتجيب حمام وتنش حمام حلو. كم نمره يا استاذ ماهر؟ انا في رايي النش ما نشش غناص وكم نمره؟ على راي عمنا المرحوم ماهر حسين قال لك ناقصه 3 درجات، من 3 ل 4 يعني تكه صغيره ويبقى صايم. دي زغلوله دي برضه لسه، بس طبعا هي فيها خارجه، فيها عظم صغير، فيها عظم صغير، دماغ صغيره، بس يعني هي مش دي دماغ اللبلة يعني اللي احنا نعرفه يعني. شوف دول كل الزغاليل دي اللي انت شفتها والعطله دي، وده الذكر واحد ما شاء الله ذكر. لو انت عم ياسر فريخ دي يعني في موسم السنه اللي فاتت، الفرخ بتاع السنه اللي فاتت دول كلهم اخوات، فرجك 10 اخوات. ما شاء الله كلهم بجبلك هي كلهم دي فيها مسلتها مفتوحه وبعدين لسه برضك الحمام مهجر، خدودها كويس. عليك نور يا عم ياسر. هي ضريبها حلوه، فيها مسله طبعا، خدودها كنتايه، خدود حلوه قوي الكنتايه دي يعني، دوتي دايما يعني خدود اقصر من كده شويه، الدكوره هي خدودها حلوه، وبعدين دي انضف من الثانيه،
فيها برضه شويه حاجات بسيطه. اللبنه الاسود على فكره صعب قوي تلاقيه نضيف قوي يعني دايما تلاقي في حته كده يعني. بس طبعا المحبس زي ما انت قلت كده بالظبط، اللبله يبقى شبع من تحت يعني. ده فرخ اللبلة ده بس عظمه ودماغ بقى ربنا معاكم. النهارده النش برضك خلاص بقى لغواصه. النش النهارده تفرخ برضك ولا مخ ولا شكل، يعني الاتنين بقت مشكله. نتفرجوا على حاجه تانية. طب بقى اتذكر عشان نتكلم على شويه على اللبله بقى. اللبلة الاسود ده موجود يا استاذ ماهر؟ لا طبعا ما يجيش من مسود واخضر كده. لا ما يجيش. احنا دخلنا الغايه لقينا اللبلة الاسود. اي نعم كان مسمى القديم بيه قبل على فحم يا عم ياسر. ولكن فحمي. فحمي مش على فحم. ولكن احنا اسكندريه لحد النهارده فحمي. بس كان موجود يا عم ياسر. يعني ينفع يجي من مسود واخضر؟ لا ينفع؟ ما شفناش. المسود اللي جفونه عاليه ما شفناش يعني. ده يعني قبل قديم شويه. يعني في دم حمام زمان يا عم ياسر. سواده كويس. فرد حمام في خارجه اهي، في طلعه، عظمه مناسب تمام. ضربته الى حد ما كويسه. لو جت غامقه عن كده شويه كان يبقى افضل. كفونه هربانه، خدين كويسين سود وساقطين كويسين اهو، يعني باستثناء برضو نفس الحته اللي تحت دي، ولكن فرد حمام في مجمله والله ينور. تسلم ايدك يا عم ياسر. عادي. احنا يعني عارف تعتبر اول سنه اعمل اخش في البول تمام. اول سنه ومش من عدد. ايوه يعني ذكر بفرق. لا بس كده بنبتدي نتكلم على بول. شاف الدماغ بقى، الفرق ما بين الدماغ والدماغ يعني برضه حتى، بس ده دماغه بنتكلم على بول. البول السود العضه دي حلوه قوي في مخرجه البول. دايما البول السود اكبر احسن يعني اصل عظم في البول، والعظم الشبعان بتاع في البول كلها يعني ده كده نبتدي نتكلم على بول. طبعا في بقى فرد برضه في مسله، في خارجه مسلته شويه مقفوله بس في مسله خطوط حلوه قوي. فرد بيلمع. لا ما شاء الله كده نبتدي نتكلم على البول عماس. ايه رايك يا حاج محمد؟ بسم الله ما شاء الله. هو في حمام يعني، في دم حمام يعني. هو عندي ده انا بالنسبه لي ده غير يضرب دور. انا عارف الكلام ده ما يعجبش حد، بس احنا بنتكلم على غير الحمام يعني. هو طبيعي يعني الذكر هيبقى فيه محسن اكتر من لا بس الدماغ لا بتكلم على الدماغ وعلى العظم وعلى الدم. احنا بنحاول نرجع نعمل ونركب. ده التعديل. ده فيه قديم شويه. الذكر ده معدل في دم حمام قديم. بنحدث برضه ما فيش مشكله. ولا معاكم يا عم. كلها فيها حداثه شجات على الحمام. لا بس لو تسالوني انا كل يوم اقول ايه؟ لا يا عم حمام النش. ما هو اللي شاف غير اللي ما شافش. كل يوم والله. بص يا عم ياسر، انت اثبتت حاجه. اثبتت ان الغاوي اللي بعد ما وريت الغيه والحمام اللي بتنشه، ان الغاوي اللي بيعرف ينش والغاوي المظبوط اللي بينش وبيفرخ بالفرخ انت بتقول يقدر يعمل اي حاجه. ما هياش كيمياء يعني. انك انت عاوز تمشي في نقدر نمشي ونقدر نبقى احسن الناس كمان يعني لو عاوزين. يا عم ياسر لو انت حضرتك وصلت بالحمام ده انه يبقى طاير، لا ده احنا نرفع لك القبعه. يعني عشان توصل بحمام بمستوى او مواصفات زي الحمام ده ويبقى طاير كمان، لا تبقى انت حققت المعادله الصعبه. لان للاسف الشديد يعني الحمام اتغير صفاته بسبب الحبس. وانا ليا وجهه نظر وما زلت مصمم عليها، ان لو فضلنا ماشيين بالنهج ده في حمام السلكات في خلال 3-4 سنين 5 اعتقد ان في انواع هتروح مع زياده الامراض اللي بتظهر اللي مالهاش علاج. في انواع ممكن تروح مننا ما نعرفش نرجعها تاني. يعني احنا دلوقتي في حمام متاح موجود، ولكن لو فضلنا ماشيين بنفس النهج ده حبه تاني ربنا يستر. الحمام ده اكتر عرضه للامراض. من ايه؟ من الحبس وغير الحبس. دخول حرق الدم. احنا اتناقشنا في الموضوع ده.
الموضوع يعني انت بتقول ده حمام محروق مش حمام مطور. بص على فرد الحمام اللي طاير محطوط في الباب بتاعه عامل ازاي وصحته ازاي، وبص على الفرد ده اللي محطوط في الباب بتاعه عامل ازاي. ده بتقعد تجيب له ادويه بالافات عشان تعالج وتعمل وتسوي، والتاني اسبرينه ومرمي في الباب. انا حليت حته البيض البالي والبتاع اللي ما بتبيضش يعني الحمد لله. الحته دي حلتها ازاي يا عم؟ بعدت بالدم خالص. لكن ما صلحت يعني مش عندك انتايه بتبيض بتبيض حصبيه؟ لا خلاص دي جواها جهاز التناسلي ما يتعالجش خلاص. لكن لو عيب نقص املاح معدنيه كالسيوم احاول معاه ما جاتش، لكن في عيب خلق لا خلاص ما يتصلحش ملوش دواء. وهي الحاجات دي فيها العيوب. انا الفرد الحمام انت ما شفته اتعمى ببابه. بص من ايه؟ من حرق الدم بس الحمد لله. حته الحصى وبتاع انا لما بدات طواير كتيره ما شاء الله جات لي بيلي ما بتحصيش مش عارف ايه، ابعد تقول لها ايه طيره واحده شغال بيها اللي انا فرخت منها حوالي 10 زغاليل مش بالكتره. يعني انا ذكر وطيره وذكر وطيرتين خلاص اشتغل على الهادي على نفسي. احنا برضو يا عم ياسر عشان نكون منصفين، احنا مش هنقول ان ده اعلى المستويات وده اجمد حمام في مصر، ولكن خلينا نتفق مع بعض ان مفيش حماميه 10 من 10 دي مش موجوده. يعني مفيش حمام كامل مكمل دي مش هو موجوده. الكمال لله وحده. بس الله يفتح بنقول الكمال لله وحده. تجتهد اللي بيميز ايوه الله احنا بنجتهد ان الغاوي يبين غيته في النقص اللي موجود في الحماميه يشتغل عليه ويفرغ منهم ما فيهوش العيب. ايوه يعني ده الصح حضرتك او يطلع بالمستوى لقدام يحسن المستوى. بس احنا يمكن اشتغلنا على الحمام وخرجنا بعيد عن صفاته. يعني دماغنا ودتنا لحتت بعيده. ايوه استاذ ماهر التركيب والكلام ده. انت طبعا استاذ ماهر يعني لك علاقه مع بتوع السلكات بتوع النش كتير. طب احنا ايه اللي سألنا الحاج محمد كده لفت نظر الحته ان احنا انجرفنا تحت حته صغر الدماغ وصغر الوش. ايه الفكره دي؟ مين اللي يعني تاريخها ايه؟ هو الذوق. ايه تاريخها وايه الهدف منها بوجهه نظرك؟ هو زي اكتر واحد فينا يمكن لك احتكاك مع بواقي السلكات عشان اخواتي واصحابي ايوه هي زي ما قال الحاج محمد كده عمليه ذوقيه مش اكتر. يعني كل ما فرد الحمام تبان في الرئه في الملامح، دماغ الصغيره، النافوخ المطبق، الرئه في المعالم او في المحاسن بتاعته بيكون اميز عند الغوالي. ايوه تمام. فيهم ولد ده فيهم ولد ده اللي انا قلت عليه ده تصحيح. صح ده شكل هو ناعم شويه يعني هو موضوع حته ذوق هو بشكله احلى. كل ما الحمامايه تبان فيها عظمها قصر ودماغها صغرت بالنسبه لنا ذوقنا بتطلع احلى. هو مش في كل الانواع يعني ده يمشي. يعني للاسف الغواة في الفتره الاخيره كل الانواع اختصروا غيه الحمام او غيه الغزار في الراس بس. انا عاوز عظم مقرب خالص، عظم قصير خالص، تمام، ومش مهم بقى النمر قوي يعني. واخد بال حضرتك؟ يعني الناس كلها دلوقتي بتدور على عظم قصير، عظم قصير وتخانه. طيب باقي النمر، الضريبه، الالوان، الطول، يعني مفيش حمامه غزار جفون، درب العين اللي اهم حاجه بالظبط كده. مفيش حمامه غزار قصيره، حمام الغزار كله حمام سرح، حمام مفروض. فانا النهارده عشان اختصر فرد الحمام في راس بس، لا انا كده غيتي فيها مشكله. عليك نور بقى اذا انت قدرت تاثر العظم وتعمل فيه لا انا عايز العظم يطلع بخارجه من النافوخ مش اقصر، يطلع صح. عم ياسر هو في حمام في سحنته صح، حمام عظم قصير وفي تخانات وليه خارجه برضه. ايوه احنا عايزين دي. تمام الله ينور. اظبط لنا بقى الاتياب، واخد بال حضرتك، اظبط لنا الضريبه وباقي النمر بتاعت الحمامات. نقول لك عليك نور، ويبقى عليك نور اكتر بقى لو واحد فكر بنفس الفكره بتاع حضرتك كده، انه عاوز يوصل بالمستوى جيل من الحمام ده
انه يطير في السماء. احنا لما بنقول يا عم ياسر ان احنا نسيب حمام السلكات، مش بنقول لك نش سيبه حتى سيبه يطلع يشوف الشمس والهواء والفرد الحمام بس يتعامل على طبيعته. ده احسن للحمامية واحسن ليك انت كغاوي، لان تكلفة سيبان الحمام اقل بكتير من تكلفة الامراض والعلاجات. ولا يا دكتور؟ طبعا صحة وتقوية، وبعدين تحديد يحدد اللي هو عاوزه من الطبيعة، مش بيحدد اللي انت بتحطه له. ما ينفعش تيجي تقارن ما بين شخص رياضي بيعمل رياضة طول حياته وما بين شخص ما بيخرجش بره اوضته. شتان ما بين صحة ده وده. انت عمال امسك اي فرد طاير، امسك اي فرد تمام، انت هتعرف الفرد على طول. انت ماسك فرد بتاع السلاجات ده فرد من اول فست. انت امسك اي فرد طاير تحس تعرفه على طول، فرد مشمر، فرد عضل، فرد باين في ايديك حتى، سيبك من المنظر يعني. تمام. حته بس جزئيه في موضوع السيبان ده يا عم ياسر، اذا احنا برضه عشان للامانه ونبقى منصفين، اذا احنا قلنا ان الحمام ده ممكن ياخد له 20 30 جيل عشان يطلع منه جيل يطير. الحاجه الثانيه بقى اللي اكيده انه لو انت سيبت عيال الحمام ده بالضروره هتطلع صحته كويسه من اول جيل. بتسيب تحت الشبكه بتاع ليه؟ كده. لان انت الحمام بمجرد ان هو يشوف الشمس والهواء ويتعامل مع ظروف الجو بيبدا المناعه بتاعته بتقوى وبتزيد. واخد بالك يا عم ياسر؟ وانت استاذنا في الحته دي وعارف يعني حاجه زي كده. الله يبارك لك. يعني انت ما شاء الله عليك يا عم ياسر في موضوع العلاجات ده، يعني ليك بقى فيه احسن مننا بكتير يعني، تقرر من يتكلم عليها. العفو. وبعدين برضو انت عندك ميزه كويسه يا عم ياسر، انت كنت عملت مجموعه حلقات عن العلاج بالاعشاب، بصراحه كانت فوق الممتازه. يعني كانت حاجه كويسه. ولا انت رايح حضرتك؟ طبعا انا عم ياسر طبعا انا اشهد ان هو غير كتير اتكلمنا مع بعض كتير قوي في الكلام ده كنا بنتكلم فيه. يعني الحمد لله النهارده كلمته وصلت لانها تقل شويه من اللي كان بيحصل الاول. والنهارده الحمام يعني حتى من ساعه ما ابتدى هو يتكلم وتشوف النهارده الحمام يعني ما بنشوفش حمام عيان كتير زي زمان. انت فاكر زمان، انا فاكر من سنتين ثلاثه كده، من 3 سنين ولا 4 سنين ما فيش غاوي كان يفتح على اليوتيوب يتكلم. قال لي ده سنه 2 الحمام ده هيموت كله. السنانير ماتت كلها. النهارده الحمد لله احسن في تطور يعني، حاسس طبعا البركه فيه وفي بركه في ربنا وتوعيه الاخوان اللي التوفيق من عند ربنا والله مش اكتر. احنا طالعين هدف. دي اهم حاجه. عارف يا عم ياسر، على الاقل لو تعمل حاجه كويسه وتنفع الواحد يستحمل فيها كلام الناس كلها بقى، الناس اللي بتتكلم والناس اللي يعني حاجه تديك دفعه الامام دايما. هو اكيد عم ياسر عنده خسائر، لازم يكون في خسائر مفيش فيها كلام، ولكن ان هو بيتعلم من الخساره دي هو ده المهم. يعني انا شفت له كذا حلقه عن العلاج بالاعشاب، بصراحه لا فوق الممتاز. يعني بيتكلم كلام. الخسائر ده فشل هو اللي بيعلم ده. تمام. مفيش واحد ناجح ابدا من غير ما يفشل. لازم تفشل عشان تتعلم ازاي تنجح، عشان ما تكررش اخطائك تاني. وطبعا يعني اكيد كان عنده مشاكل واكيد وقع في حاجات كتيره وعشان كده ابتدى يطلع منها. هي اكتر ما هي بتبقى علاج للحمام، هي بتبقى وقايه، لانك انت بتبقى ماشي عليها كورس وقايه من الامراض. يعني بس انا كمان مع ماهر، مع كل الوقايه والكلام ده، انت تدي الوقايه وتفتح لان ده من ضمن لكن تدي وقايه برضه وانت حابس على الحمام برضه. هو طبيعه الحمام اصلا طيب انت بتغير له صفاته وطبيعته. شفت اللي انت فاهمه، عشان كده انت بتعمل كده في بيتك، عشان انت كده متعب. وياسر نفس الكلام. الغاوي اللي فاهم هو اللي بيعمل. يعني انت ما جيتش مش بتتكلم، انت غيتك كلها حمام ناشف، حمام طاير، ما تقتنعش بالحمام ده عشان انت فاهم. انا عامل على فكره التجربه اللي عاملها مش كويس يعني. طب يعني حاولت ادخل من هنا لهنا.
بحاول ايه فيها النتيجه؟ ايه طريقه خبرتك لسه فيها؟ لسه خضر وكده لسه مدخلها في وسكروتات. لسه بطلع جيل ده. طبعا ده كويس، عاوزين نسمع منكم بقى هنشوفه. اما تيجي النتائج تعمل ايه. حاولت في الصفر زي ما انت شفت كده مثلا، بس مفيش، مش هينفع معاك. يعني انا عشان اطلعه بيطلع يقف على الظهر. اللي انت لا بس تدخل حمام الصفر طري على حمام الصفر سلاك. لا السفر اللي بتكلم ورا على قوامين بذات. التجربه اللي انت دولت بتوصلها عمال احاول معاهم مش جربتها في نوع ايه يا حاج محمد؟ اللي هي خضر الخضر اللي انت شايفهم دولت. ما انا عندي اخوات ليه من فوق سايبين ما شاء الله. من فوق. ما شاء الله. لكن ابتدى يطلع على العرق يعني في عصر. لا بيطلع وبينزل وبيعمل. انا لما جيت اشتريت حتى اللي اشتريته ده وكده، انا جبته بنظرتي انا كغاوي نش، مش غاوي سلكات. هو الحمد لله برضه تقليد وبتاع وكله عظم. لا ما شاء الله، احنا شفنا الزعيم بتاع ما شاء الله. انا اللي يهمني اكتر عليه. كغاوي عصب فرد الحمام. يعني انا حسيت فيه ان هو فيه عصب جامد، ولغايه ما قدمنا هذا وداخل له في موسم عندي هون. زي ما انت شفت في بابه رعن في الباب قوي. اللي شدني ليه وريتوني. ايوه الحاجات دي. ايوه فده اللي انا حبيت ان انا اجربه وادخله. لا حاجة حلوة الطايره بتاعتي. تجربة كويسة حلوة. هو ده بقى. انتوا يعني انت الحمام ده ربنا يوفقكم الاول فيه طبعا، ويا ريت يبقى انتوا عملتوا طفره بجد. يا ربنا يبارك والله لو فيها. بايه انا متعتي مش في ثمنه، انا متعتي ان هو يبقى سايب قدامي. هو ده الكلام. هو ده الكلام. انا الله ينور انا غاوي عليك. حمام الله ينور مش عليك. تاجر حمام. الله ينور عليك. انا يعني هي الفكره في معلش انا قديم شويه في لا، يعني هو ده الصح. انا مبطل غايه بقالي 30 سنه وراجع لها، فانا زي ما بيقولوا على قديم. على لسه ما جيتش للتطور. هو لا الحمام روحه في جناحه. فعشان كده انا النهارده ما تيجي تقول لي حمام سلكات. والغاوي يا ماهر، الغاوي ايه؟ اقسم بالله احنا حبينا الحمام النش، وانا دايما بقول في النش ده الحمام حبينا، عشان كده احنا حبينا. ما هو سؤال برضو تاني ليه؟ هي الغيه قامت ليه؟ يعني الغيه حاجتين. انا هقول لك على نفسي. انا يعني انا اول ما رحت شفت اشكال الحمام كان عند عمي. شفت حمام، طب اروح الواخد هنا الحمام البلد اللي بنشوفه في الشارع وعند الفرارجيه، بس شفت حمام عامل زي البغبغان كده، اشكاله غريبه. وبعدين فوجئت الحمام ده بيطير وبيرجع، هو بيطير وبيرجع. انا حسيت ايه ده؟ في علاقه ما بين الفرد وبين المكان وبين الغاوي، فاهم؟ ده شدني للحمام. ما هو الداير ده اتعمل ليه؟ عشان غايه حمام النش. ايوه والحمام يطلع وبعدين متعب بقى الغاوي ايه؟ ان انا قاعد فتح الحمام اتفرج على مجال الحمام بياخد في بعض، وبعد كده ازاي يقسم ويجي لي، وده بيقسم من هنا. انت بتنسى تتفرج على 50 حمامه الحمام حلوه اللي علمنا الكلام ده. ولا تتفرج على 10 دقايق نش ولا ساعه نش. الحمام هنا يحصل لك. انا اراهنك بتاع السلكات ده او اللي بيفرق بس ده نفسه ممكن ينفع. يبطل في اي وقت. صح. ولو بطل مش هيرجع لها تاني. انا بقى لي 43 سنه اهو. ما عندوش المتعه والاشتياق اللي هو اقسم نشيش الحمام لا يمكن يبطل ريحه حمام، وهتبقى في دمه تبطل اي حاجه في الدنيا للاسف. الا الحمام عشان النش. تعالى زي بتاع العصافير، اديك بطلت عصافير ضايقوك؟ اديك انت ملك العصافير الكناريا. العصافير وبيحب العصافير، هو بطل. اثرت فيه في ايه؟ لكن ما يبطل حمام. لا النش مش ممكن. شوف انا السلكه اهي وبحب الفرخ وبتاع، بس بطلع متعه تانية. متعه لما بطلع الغيه وفتح حمام، متعه تانية. هنتفرج وهنطلع ننهش. وسعدت بوجودكم معايا. الله يخليك. والسلام. الاسعد نورتونا. الله يخليك. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.